كل سنة بنقول رمضان جه فجأة ونلاقي نفسنا اتسحلنا في أكل وعزومات وتنظيف و إلى آخره. كمية الكومنتات اللي جات لي على آخر فيديو خلتني أطلع أتكلم ونقول إزاي نحضر نفسنا ذاتيا أو روحيا كمان لاستقبال الشهر الكريم. وأكتر سؤال جالي إزاي إن احنا نكون أهدى في شهر المفروض كله هدوء وراحة وسكينة. أول سبب نقلل خناق، يعني أنا عارفة إن هو طلب صعب، ولكن نقلل خناق ونعرف إن كل مر سيمر. وأصلا لو ركزنا هنلاقي إن كل الحاجات اللي احنا بنتخانق عليها حاجات يمكن التغافل عنها. واكتر حاجة هتقدري انك تعمليها في التوقيت دوت انك هتسامحي اي حد زعلك. في الطبيعي في اي وقت ممكن تقولي مستحيل ان انا سامح فلان زعلني او فلان ضايقني، ولكن في مقتبل شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى بينزل علينا سكينة ان احنا هنقول احنا هنسامح فلان. نحاول قدر الامكان ان احنا نهدي اعصابنا وربنا هيعيننا باذن الله، نستعين بالله وربنا هيعيننا. ونحط نية واضحة، أنا عايزة أطلع من رمضان وأنا إنسان أفضل. ومش لازم إن أنا أطلع مثالية من الشهر الكريم، ولكن إن أنا أطلع نسخة أفضل من نسختي القديمة. قررنا التغيير، أسوأ حاجة وأكبر غلطة ممكن نعملها إن احنا نقارن بين نفسنا وبين حد تاني. أكتر حاجة المفروض إن احنا نعملها إن احنا نقارن بين نفسنا الجديدة ونفسنا القديمة، ما ندخلش أشخاص تانية معانا. وخليني أقولك إن مش منطقي أبدا إن أنا أكون بعد الأيام والساعات عشان رمضان يبدأ عشان أمسك المصحف. ابدأي امسكيه من دلوقتي، حضري نفسك لاستقبال شهر رمضان. صفحة قرآن يوميا، ذكر بسيط وانتي في المطبخ، ركعتين قيام ليل، يعني نسخن قبل ما ننزل أرض السبق. وقلت في آخر فيديو أنا عملته إنه أكتر حاجة بتضيع مننا الشهر الكريم سحلتنا في التنظيف أو في التفريز أو في الطبيخ. كل الحاجات دي تتعمل بهدوء وبقدر الإمكان دون الضغط على نفسنا. وأهم خطوة كلنا بنستنى رمضان عشانها هي التحضير العاطفي للأسرة. رمضان فرصة إن احنا كأسرة نرجع نقرب من بعض تاني، عادة بسيطة مع بعض كل يوم بعد الفطار، قراءة آيات مع بعض، نذكر بعض بالأذكار نقولها مع بعض، وكلنا نرجع بالزمن لورا. هي ديت الحاجات اللي احنا بنفتكرها لأهالينا واحنا صغيرين، فنحاول ان احنا نكررها بإذن الله وبأفضل حال مع أبنائنا. ورمضان ما تسحليش نفسك وتنسي نفسك، اهتمي بشرب المية، اهتمي ببشرتك، شوفي الروتين اللي انت كنتي بتعمليه قبل رمضان كملي عليه. وحقيقي رمضان مش سبق مين طبخت اكتر ولا مين اكلها كان اجمل ولا مين شقتها بتبرق ولا مين بع مسلسل الفلاني ولا البرنامج العلاني. يعني رمضان رحلة بينا وبين ربنا، فنحاول ان احنا باذن الله نجتازها. وخلونا نستقبل رمضان السنة دي بهدوء وبقلب صافي، وربنا يبلغنا واياكم شهر رمضان. وكل واحدة فينا بتبقى حاطة في دماغها في بداية الشهر الكريم خطة زمنية أو خطة لتنفيذ حاجات هي نفسها إن هي تعملها. فاكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا محضرينها ان انتوا تعملوها. وكل سنة وانتم طيبين.